انا حد هو لسه متخرج، قررت ان انا افتح عياده، اديرها ازاي؟ اولا في علم في الموضوع ده، وانا اي بليف ان احنا لازم نتعلم هذا العلم. العلم ده اللي هو المانجينج او كلينيك مانجينج والبرايسنج والكلام ده از فيري امبورتنت. خليني اقول حاجتين، هديلك مثال على نفسي وهقول لك انت لما تفتحي عياده هتعملي ايه. ماشي. انا برضو باي تايم، انا على فكره كل حاجه في حياتي اتعلمتها سيلف ليرنينج. فلما باجي النهارده، انا يعني عندي حمايه مدير مالي كبير قوي، كل شويه يقعد يتكلم معايا يقول لي بص يا احمد في عيادتك تعمل كذا كذا. هو الراجل دارس MBA و اس في الحاجات الكبيره بتاعتهم دي. اقول له طب ما انا بعمل كده، بعملها بالفطره. مش معنى كده كلنا نمشي بالفطره، لا انتوا الاكسبيرينس اللي انت خدتها مع الوقت. مع الوقت. بس انتوا ما تعملوش كده، لان انا ايامي ما كانش فيه MBA، ما كانش فيه الاوبشنز دي. لا انتوا خلينا نفكر، يا هعمل MBA يا هستعين بحد بيفهم في الكلام ده، يبدا يساعدني في المانجمنت، يحط لي بروجرام. في ناس كتير على فكره كده، يحط لك الاوتلاين وكل حاجه ويمشي، اخد الفيس بتاعته. زي ما بتروحي تشتري اوتوكلاف، فانت بتشتري برضو مستشار لمده اسبوع اسبوعين، هيديلك البرايسنج بتاعك المفروض يبقى ازاي، المانجمنت هتشتري ايه، هتعملي ايه، الكلام ده كله لازم يبقى على علم. طب هل كل الناس في الماركت ماشيه كده تفتكري؟ لا. مش ماشيين كده. طيب يبقى احنا عندنا نموذجين، نموذج اللي بيقلل اسعاره قوي، والنموذج اللي بيعلي اسعاره قوي. انا شايف ان انت عشان تبقى فريش جراد وجايب اكويبمنتس غاليه، وده غلط، ما ينفعش تفتحي عيادتك باكويبمنتس غاليه، ممكن لا قدر الله العياده ما تمشيش. بنلاقي كل يوم في اعلانات على جروبات الاسنان عياده اللي بتبيع لدواعي السفر، هي انا مش عايزه ابيع لدواعي عيادتي يا السفر. جدعان. هو دفع كتير انا قوي. سايبها لكم. ايوه انا همشي. هو دفع كتير قوي مش لاقي شغل، فحرام بلاش انفست مبلغ كبير قوي. خليني اجيب الاساسيات اللي تشغلني وابدا اشتغل بيها، بلاش البهرجه زياده عن اللزوم.